أعلام النبلاء للذهبي يقول: وجهز عمرو بن سعد في 4000 فأبى وكره قتل الحسين. هذا كان مكره. لكن أنت عندك الذي قتل، اسمع، في كتاب المستند للعروة الوثقى، هذا من يا أخوان؟ المفضل بن عمر، ففيه كلام طويل. يقول: وهو من نفاة الفقهاء، من نقاط الفقهاء، يقول: والظاهر أنه ثقة. عارفين يا جماعة مين الثقة هذا المفضل بن عمر؟ هو كافر. في كتاب قاموس الرجال لمحمد بقر التستري المجلد 10 الصفحة 211 يقول: قال أبو عبد الله: أنت يا مفضل فقل يا باوع يا باقر يا باقر المشرك والخارج من الملة، عندك ثقة يا كذا يا كذا، ما تريد إلى ابني أن تقتله؟ يعني الذين كانوا يقتلون الأئمة عندك ثقات. وأدي شيخك الخوئي أهو، ماذا يقول الخوئي؟ يقول: والظاهر أن المفضل ثقة. فإذا كان عندك المفضل ثقة، شوفوا بقى الفضيحة دي. مين ده يا جماعة؟ ده شيعي، ده مش واحد بتاع بطيخ، ده شيعي. الملحمة الحسينية الأستاذ مرتضى المطهري 129 يقول: ولا ريب في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي بن أبي طالب، وأن الذين قتلوا الحسين هم شيعته. الله أكبر. ولهذا كتب المؤرخون من أهل الكوفة يقولون: قلوبهم مع وسيفهم. هل الآن تتبرأ من مرتضى المطهري وتقول أنه ليس بأستاذ ولا يعنينا، وتسقطه كما أسقطت تفسير القمي؟ يا الله يا كريم. بصوا يا جماعة الفضيحة، فضايح وجرس والله العظيم. اتفضل أجبني. هذا كيف الشمر بن ذي الجوشن جواد المحدثي يقول أنه كان شجاعا. يا جماعة قاتل الحسين عند الشيعة شجاع. الله أكبر. أيضا في علي النماذج الشهروضي شمر بن الجوشن يقول: وكان في جيش أمير المؤمنين. ثم أنه راح يا جماعة يطلع لنا يقول لك